وبالرغم من النقص العددي إلا أن البديل يذلل الفارق للأمل عن طريق قاشة حسام الدين. وبالرغم من النقص العددي إلا أن البديل يذلل الفارق للأمل عن طريق قاشة حسام. مرحبا بك في اتحاد بوليدة. كيف تم التحاقك بصفوف الفريق؟ كما عرفتوا جيت انا مكان مسي بومعزه، جيت عيط لي كي كان الشامبيون، عيط لي تفاهمنا في 5 مينيت، بس كنت حاب نلعب في البدايه، كانت سهله، جيت سنيت ومن بعد نهار اللي بداو جيت كما تعرف. رغم العروض التي تلقيتها كانت عندي دي كونتاكت ناسيونال ناسيونال 2 خيرت البليده، بس كنت حاب نلعب فيها، كنت حاب نسيب لي اس ام بي كون كلوب. الحمد لله اني جيت هنا، ان شاء الله نديرو عام شباب هذا ما كان. وش رايك في التدريبات معاه؟ لا والله الحمد لله، اليوم جا الشيخ زميتي، ان شاء الله نخدموا معاه باش نكونوا حاضرين ان شاء الله الشامبيون الماتش تكون سهله ونفرحوا الانصار تاعنا. كلمه لانصار الاتحاد بوليدة ان شاء الله. واش نقول لهم وقفوا معنا، وقفوا مع ليكيب تاعكم، ان شاء الله نديروا عام مليح، نحققوا البقاء برياحيه. وش نقول لهم ان شاء الله كل يوم عم يصطاد كما كانوا العام اللي فات كما يكونوا هذا العام، ونفرحوا ان شاء الله. يعطيك الصحه. What's the point of this chase? To just bite our own tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tale. So a love so free in a world of our fantasy, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Feeling, I feel so lightweight when I think back to those days.
خير إن شاء الله بهذا اليوم العظيم وهذا اليوم المبارك وفي هذه المقابلة الرائعة في حي الازدهار بقيادة المكلف بوزيدي أسامة ساعد بوزيدي، بارك الله فيه، صاحب المبادرة، صاحب المكلف بالملعب الذي لا يكل ولا يمل، رفقة أخوه محمد عاشور مكلفين بالملعب، أبو أن يكرمنا لاعبين كبيرين قدم الكثير للكرة الجزائرية، بداية والكرة الجلالية. البداية نبدأ بسفير الكرة الجزائرية، بسفير الكرة الجزائرية، باللاعب الدولي، لاعب المنتخب المحلي ولاعب وفاق سطيف غاشة حسام الدين، الذي أعطى صورة رائعة لشباب ولاد جلال، وأعطى صورة رائعة أن اللاعب المحلي كي يبرز إناث. نتمنى له كل التوفيق، ما نقولوش راك رايح، سمعتوه في الهداف، سمعتوه، نتمنى له كل التوفيق. هذه الشهادة للاعب المحلي غاشة حسام الدين، يمدها له أسامة بوزيدي صاحب الفكرة، قال لك نقراو واش كتبوا له فيها باسم سكان الحي المشكورين. احنا نقولوا باسم سكان حي الازدهار وحي الذي خاصة باسم صاحب الفكرة أسامة بوزيدي، مشكور جدا، يسر رياضي حيث كان ريفي، أصالة عن نفسهم أن يتقدموا بهذه الشهادة إلى اللاعب الفريق الوطني المحلي ولاعب وفاق سطيف غاشة حسام الدين، تكريما له على مشواره ومساره الرياضي، متمنين له كل التوفيق والنجاح تحت تطبيقات القوم، تحت تطبيقات القوم. صوت الكريم، صوت الكريم هكذا تحت تشفيقاتكم، داروا تشفيقات. مباشرة شهادة كذلك لصخر الدفاع وقائد فريق شباب ولاد جلال الكرود، الصاعد في كل شباب الاستقرار للقسم الوطني المرسي نور الدين، فليتقدم مشكور، يقدمها له السيد منير. تحية لفريق الكرود وما أنجز الشجوع. الرحمن الرحيم. اولا نشكر حي بناء الريفي هذا على المبادره هذه الطيبه، ونشكر على راسهم سعد بوزيدي اللي كان صاحب الفكره، ونشكر ان شاء الله ماذا بينا تكون الفكره هذه تكون على هدى دي جوار في البلاد، خاطرناش عندنا دي جوار ما شاء الله قدموا كثير الكرود والكره الجلاليه، وبارك الله فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله، وماذا بينا ان شاء الله يتهلاو في المواهب هذه، وان شاء الله نشوفوا الفكره هذه ديما في البلاد هذه. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. السلام عليكم. اولا نشكر الناس حي الازدهار المبادره هذه وعلى راسهم سعد بوزيدي، نشكرهم بزاف. هذه حاجه مليحه، نتمنى ان شاء الله تكون المبادره هذه تكون عامه، خاطرش كما كان يقول نوري كاين هذا لي جوار لهنا في البلاد اللي يستاهلوا تكريمات كما هذه. نشكر سكان الحي، وان شاء الله تكون المبادره هذه دائما ان شاء الله، ونشوفوا ان شاء الله عندنا لاعبين ان شاء الله العام الجاي في القسم الوطني الاول ان شاء الله. حسام الدين غشة من بين أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم ولاد جلال في السنوات الأخيرة، حيث استطاع هذا اللاعب وفي ظرف قصير
التألق مع فريقه الحالي وفاق سطيف، ثم التألق أكثر مع الفريق الوطني للمحليين ليسطع نجمه في البطولة العالمية العسكرية لكرة القدم المقامة مؤخرا بدولة قطر، أين نصب حسام الدين غشة نفسه هدافا لهذه البطولة. ميكروفون إذاعة الجزائر من بسكرة التقى بهذا اللاعب في مسقط رأسه ولد جلال ليلة الفاتح من نوفمبر بمناسبة تكريمه من طرف أبناء حي الزمالة عشية تدشين ملعبهم الجواري الجديد المعشوشب اصطناعيا. وبكل تواضع فتح لنا حسام الدين صدره وخص الإذاعة بهذا الحوار الذي بدأناه أولا بالترحيب. فأهلا وسهلا حسام الدين، وسعداء جدا بلقائك عبر أمواج إذاعة بسكرة. بارك الله فيك، شكرا على الحوار هذا ان شاء الله اللي من خلاله يحيى الجمهور يتعرف علينا ان شاء الله. ان شاء الله تكون حوار شيق ان شاء الله. حسام الدين، سنبدأ من مشاركتك الأخيرة في البطولة العالمية العسكرية، فكيف كان شعورك وأنت تتوج هدافا لهذه البطولة؟ قبل كل شيء كما يقول لك التألق هذا يجي بتضافر تاع الفريق. احنا ما يخفاش عليك عندنا عام وحنا نوجدوا في ليكيب هذه ليك ناسيونال ميليتير باش نشرفوا الجزائر ونشرفوا الجيش الشعبي الوطني. الحمد لله كما يقول لك درنا دوره لا باس بها. ضيعنا اللقب وين خسرنا مع ضربة جزاء ضربة الحظ مع البحرين. الحمد لله كما يقول لك احنا راضيين بالميداليه البرونزيه هذه اللي حققناها وجبناها للخزينه تاع الجزائر. الحمد لله مديت الاضافه اللي كان يستناها فيها الشعب والجيش. الحمد لله، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله كما يقول لك توفيق المنتخب العسكري ان شاء الله في باقي المناسبات ان شاء الله. ان شاء الله. حسام الدين، انت دائما يعتبرك شباب ولايه بسكره بصفه عامه ولا جلاله بصفه خاصه انك مثال يقتدى به. سر نجاحك اذا ممكن. قبل كل شيء كما الناس قاع تعرف حسام بدا فريق اتحاد ولاد جلال ومن بعد شباب ولاد جلال. كما يقول لك ماشي سهله باش تبدا من فريق هكا يلعب لتحت وبعد تعاود تطلع لفوق. كما يقول لك بالتضافر تاع الكل، كما يقول لك المحيط اللي كنت فيه، خاصه الوالدين اللي عاونوني بزاف. الحمد لله نشكر كاع الناس، نشكر المرحوم طاهر نشير اللي كما يقول لك في اي مناسبه لازم نذكره، هو اللي علمنا بجديه الكره. الحمد لله هذا توفيق من عند ربي. الواحد صح خدمنا تعبنا، بالك ساكريفينا كنا كما نقول لك نوصي هذا الشباب كما بالك انا كنت ريح في الدار، كنت على بالي بلي راح نوصل للهدف هذا، ما لقي واحد في ولاد جلال ما وصل ليه. كنت نقول بالك انا نلعب في وفاق سطيف ولا اتحاد العاصمه ولا مولوديه الجزائر، كانت حاجه بالك صعيبه وانت تلعب في شباب ولاد جلال. الحمد لله بالعمل وبالتفاني والجهد قدرت نحقق شويه من الانجاز تاعي اللي ان شاء الله يكتمل ان شاء الله نهار نتقمص الالوان تاع الفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله. التحاقك بوفاق سطيف نظن هو كان المنعرج نحو التألق. فريق وفاق سطيف نادي كبير غني عن التعريف، هو اللي فتح لي ابواب المنتخب، فتح لي بزاف الابواب، ولا الشعب الجزائري كاع يعرفوا شكون حسام الدين غشة. الحمد لله الفريق هذا عنده فضل كبير عليا. ما يخفاش عليك كنمروا فتره صعبه ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله تحسن احوال وفاق سطيف ان شاء الله للاحسن بالعوده تاع الجميع. عندنا المصابين وعندنا اللي كانوا في ليك ناسيونال، ان شاء الله نضافر الجهود ان شاء الله باش نرجعوا وفاق سطيف مكانها نتاعو ان شاء الله. ان شاء الله. حسام الدين، عندما استدعيت الى اول مره للمنتخب الوطني كيف كان شعورك؟ شعور ما نقدرش نوصفه لك، خاطرش كما يقول لك كما حكينا من قبل، قلت لك الهدف تاعي كان تقمص الالوان الوطنيه. كي يوصلني كي عيطوا لي تاع سطيف قالوا لي راك مستدعي للتربص الجاي تاع الفريق الوطني، شغل كما يقول لك الليله هذيك الواحد ما قدرتش نرقد. تفكرت الوالدين، تفكر وين كنت، تفكر كما يقول لك البلاصه وين كنت، تقول الحمد لله توفيق من عند ربي. ان شاء الله نزيد نشرف والديا ونشرف المنطقه تاعي ان شاء الله. اكيد ان دائما حسام الدين غشة يتطلع الى استدعاء اخر في المنتخب الاول ان شاء الله. حلم وهدف كل لاعب جزائري يلعب في البطوله المحليه وتقمص الالوان الوطنيه. بالك بالماضي دوكا كما يقول لك الناخب الوطني عنده نظره صغيره على حسام الدين غشة. ان شاء الله نكمل نخدم ونعمل ان شاء الله باش نكون ان شاء الله في القائمه ان شاء الله، القائمه الموسعه ان شاء الله تاع باقي المنافسات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. بالعوده الى حسام الدين كلاعب، حسب رايك حسام الدين سر نجاح اي لاعب يكمن في ماذا؟
سر نجاح اي لاعب هو الانضباط. بلا الانضباط ما كما يقول لك الانضباط ماشي الانضباط في التيران، الانضباط واش تاكل، كيفاش ترقد، كيفاش تنوض مع من تمشي. ما يكذبش ماشي سهله باش تولي هكا تجي باسكو السهرات هذيك عفايس يخلوا المستوى تاعك يعاود الاخر. نوصي الشباب، خاصه الشباب ولاد جلال اللي عنده فئات شبانيه تاعو كما يقول لك. نعرف ولاد جلال مليح، عندنا امكانات بشريه هايله. ننصح الشباب هذا، نقول له دير هدف، حاجه ما بعيده، حاجه ما كاع كنا حنا كيما هكا. واحد ما يقول لك ما تقدرش توصل، ولا كيما يقول لك بالانضباط والجهد والخدمه تاع الميدان. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تكون ان شاء الله يكون انا هو اللي راح نفتح البيبان ان شاء الله للشباب هذا ان شاء الله، باش نزيدوا نشوفوا لاعبين اخرين من البطوله المحترفه الاولى ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. طبعا بين اللعب في البطوله المحترفه والهاويه كاين فرق كبير. كاين فرق في كما يقول لك. بالك تلقى تحت لي جوار عندهم الامكانات تشوفهم هكا انديفيديال، صح كي تلعب الفوق كاين عفايس لازم تبدلهم في حياتك. كما يقول لك كما كنا نهضروا لي جون دو في تاع الجوار تلعب دور كبير. نتمنى ان شاء الله كما يقول لك المستوى تاع البطوله تاعنا ان شاء الله يطلع، باسكو حنا ما يخصنا والو، عندنا الامكانات. تشوف الفريق الاول تخصنا هذه العفايس هذه تاع كيفاش نتعاملوا مع الحياه برا. ان شاء الله نتمناو كما يقول لك لي جوار تاعنا ان شاء الله يحافظوا على المستوى تاعهم ان شاء الله، ويخدموا باش تكون عندنا ان شاء الله بطوله قويه ان شاء الله ننافسوا بها افريقيا وقاريا ان شاء الله. ان شاء الله. حسام دينا كذا ان لكل لاعب طموحاتك المستقبليه. الطموح الاول هو تقمص الوان المنتخب الاول ان شاء الله. الشيء اللي كما يقول لك او راني نشوف فيه باللي يزيد يقدم ان شاء الله درجه بدرجه. الهدف الثاني ان شاء الله كما يقول لك نقدم مستوى وموسم جيد ان شاء الله مع وفاق سطيف اللي يفتح لي الابواب ان شاء الله للاحتراف ان شاء الله. هذه هي واش غنقول لك، اننا نخدموا ونعملوا ان شاء الله باش ان شاء الله نديروا موسم جيد ان شاء الله. يقولوا ان حسام الدين وين ما راح الفريق يكون هو اللاعب المفضل، هو اللاعب المدلل الاقرب الى جميع اللاعبين، هذا يكمن في ماذا؟ الحمد لله هذه صح. هذه وين نلعب توجور كما يقول لك لي جوار كاع يحبوني كاع هذيك. الحمد لله انا كما بالك تسقسي عليا كاع لي جوار، الحمد لله عندي بالتربيه تاع الوالدين عندي اخلاق طيبه، شغل كما يقول لك صديق الجميع، ما ندي عداوه في حتى فريق. الحمد لله لي زيكيب لعبت عندهم كاع على بالهم بلي حسام الدين غشا انسان متخلى. الحمد لله هذا الشيء شرفني اكثر من كوني لاعب كره قدم. كما يقول لك انا انسان، وان شاء الله كما يقول لك الاخلاق وهذيك هي الصح في كره القدم ان شاء الله. حسام دير شعورك وانت تلعب وانت متاكد باللي كل ابناء مدينتك ولاد جلال ينتظروا فيك، ينتظروا انك تقدم مقابله في المستوى، وبعض منهم كان حتى يتنقل الى سطيف باش يشاهدك. والله كي يقول لك مسؤوليه هذه مسؤوليه كبيره. كما يقول لك حسام الدين غشا يمثل سكان مدينه ولاد جلال، هذا شرف كبير ليا. نتمنى ان شاء الله انا في كل بدايه تاع مقابله نحب كما يقول لك نشرف اسمي، نشرف والديا، ونشرف السكان تاع المنطقه تاعي ان شاء الله. هذه ما هي الا بدايه ان شاء الله. حسام الدين غشا كما يقول لك عنده هدف باللي باش يرفع اسم مدينه ولاد جلال ان شاء الله عاليه ان شاء الله في باقي المواسم ان شاء الله. خارج كره قدم حسام الدين واش يمارس؟ خارج كره القدم من التدريب كما يقول لك ندخل للدار الواحد لازم كما يقول لك ما ينساش الدين تاعو، قراءة القرآن، الأذكار، هذيك العفايس لازم هي الصح. هذا ما كان انا ما عنديش الدور بزاف كما يقول لك من لونطرينمون للدار، هكا تربينا وهكا مشينا من كنا صغار. اتحاد بسكرة العام هذا التحق مجددا بالمحترف الاول، كيف تشوف هذا الفريق واش تتمنى له؟ اتحاد بسكا قبل كل شيء اتحاد بسكا هو فريق الولايه تاعنا، فريق اللي مثلنا في البطوله المحترفه الاولى. نتمنى ان شاء الله تحسن الاوضاع تاعو، وكما يقول لك يضافوا الجهود تاع الجميع ان شاء الله باش اتحاد بسكا يقعد في البطوله المحترفه الاولى ان شاء الله. عندهم اتحاد بسكا كاين عندها ايكيب مليحه، نتمنى ان شاء الله تحسن الاوضاع ونشوفوا اتحاد بسكا ان شاء الله لما لا ينافس على الادوار الاولى ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لشباب ولاد جلال اللي راه ايضا متالق هذا العام في ثاني هوات،
الشباب ولاد جلال الفريق تاعي نتمنى له ان شاء الله الصعود هذا العام، خاصه بعد تغيير القانون. الفرصه كبيره ان شاء الله. اليوم انا رحت شاهدت المقابله، عندنا فريق جيد. نتمنى ان شاي الله كما يقول لك الناس قاعد تلتف ورا الفريق هذا، ونشوفوا ان شاء الله ولاد جلال يستقبل الفرق الكبيره ان شاء الله هنا في ولاد جلال. اللي بالك كان الحلم تاعي كي كنت صغير، والحلم ما راهش بعيد ان شاء الله الناس قاعد يتعاونوا باش شباب ولاد جلال هذا يكون فريق كبير ان شاء الله. حسام الدين، اليوم اختاروا لك اول ليله اول نوفمبر باش يكرموك ابناء مدينتك في ولاد جلال، واش تقول على هذا التكريم؟ نشكر كاع الناس اللي وقفت في الحفل هذا، نشكرهم بزاف. الناس ولاد جلال كما يقول لك ناسي واهلي، وكما يقول لك انا منهم. كما يقول لك انا متشرف كثير بالتكريم هذا. نشكر كاع الناس اللي وقفت، وان شاء الله حسام الدين غشا راح كما يقول لك يعمل ويكثف الجهود ان شاء الله باش يظهر اسم ولاد جلال ان شاء الله في الاعالي ان شاء الله. قبل الاخير، واش تنصح شباب اليوم واللاعبين الشباب اللي راهم قادمين ان شاء الله؟ النصيحه اللي بدينا بها نكملوا بها، كما نقول لهم الانضباط، الخدمه، العمل في التدريبات. كما يقول لك انا راني حاب ان شاء الله كل موسم نشوف 3 4 5 لي جوار من مدينتي يمثلوا يلعبوا في لي زيكيب تاع الناسيونال ان. الحمد لله كما يقول لك حنا نقدروا نعاونوا اي جون ولا اي واحد نشوف عنده الامكانات. انا ما نبخلش كما يقول لك، بالك دوكا تعدي معرفه شويه في لي زيكيب، نسي كيفاش علاش تحب ولا تكره. حنا انا في كما يقول لك مدينه شويه، ما كون ما خرجتش انا نلعب ما على بالهمش باللي انا يسقسوني هكا يقولوا، قلت لهم والله غير عندنا ليجان يلعبوا بزاف كره القدم مليح. الحمد لله نقدروا نعاونوهم الماكسيموم ان شاء الله. وانا متيقن في القريب العاجل ان شاء الله حيكون ولاد جلال عندها كما يقول لك عندها لاعبين ينشطوا ان شاء الله في البطوله الاولى ان شاء الله. في الاخير كلمتك لمستمعي اذاعه بسكره؟ مستمعي اذاعه بسكره نتمنى لهم ان شاء الله ليله سعيده، نتمنى لهم يقضوا كما يقول لك الحوار هذا يكون حوار استفادوا منه، حوار عرفوا حسام الدين غش عن قرب. السلام عليكم. بمناسبه صعود شباب ولاد جلال القسم الثاني، نهنئ الانصار ونهنئ كامل سكان المقاطعه الاداريه ولاد جلال بهذا الانجاز التاريخي. نتمنى ان شاء الله يكون نجاحات اخرى، لما لا نشوفوا شباب ولاد جلال ان شاء الله في القسم الوطني الاول. انا بصفتي لاعب سابق في الفريق وابن الفريق، نهنئ اللاعبين اللي كانوا معايا في فريق شباب ولاد جلال. نقول لهم ان شاء الله مزيد من النجاحات ومزيد من التألق ان شاء الله، ونشوفوا فريقنا ان شاء الله ينافس على الكأس وينافس على البطولة ان شاء الله في المواسم القليلة القادمة ان شاء الله. العربي بن شرف نتمنى لك ان شاء الله مشوار مليح ان شاء الله، كمل كيما راك، حاجه ما بعيده ان شاء الله، من عامين ان شاء الله نشوفوك في كيب كبيره في ناسيونالين، وعلاش لا نشوفوك ان شاء الله في ليك ناسيونال. كمل اخدم وربي معاك خويا ان شاء الله. الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله اللي وفقنا باش قدرنا نقنعوا اللاعب حسام غشا لتمديد تاع العقد تاعو لمدة سنة. وحاجة باش نوفقها للأنصار أنه اللاعب عنده عرضين من الخارج اللي حابين ياخذوا اللاعب هذا في الماركاتو هذا، واللاعب دار انيفور كبير وين هدر معايا وقال لي الرايس انا ماذا بيا باش نجدد في نادي وفاق سطيف في شهر جوان باش كي نغادر الفريق راح يستفاد ماديا.
وهذه ما يديروهاش اللاعبين كامل. انا نشكر اللاعب من المنبر هذا على الوقفه اللي وقفها مع الفريق هذا، لانه الوضعيه تاع الفريق اللي رانا فيه دوك ما تسمحلوش باش يغادر الفريق، وتفهم الوضع وراه مشكور على الشيء اللي داروا هذا، لانه راح تكتب له في التاريخ. باش واحد عنده عرض من الخارج ويقول لك انا ما نخليش الفريق في الوضعيه هذه ونجدد لمده سنه، والحمد لله جدد معنا لمده سنه وراح يعاوننا في مرحله العوده ان شاء الله، ونتمناو يبقى الاداء تاعو كما راه دوكا في مرحله الذهاب ويقدم لنا الاضافه، وان شاء الله في شهر جوان نتمناو له يروح يحترف في فريق يليق به ان شاء الله. والسلام عليكم. بون السلام عليكم. قبل كل شيء هو شرف كبير ليا باش نكون لاعب فريق بحجم وفاق سطيف. التجديد هذا كان شيء منتظر مني انا خاصه، لانه وفاق سطيف يمر بوضعيه صعبه، ما تسمحليش انا باش نخلي وفاق سطيف في وضعيه كما هذه ونغادر الفريق، رغم تلقي كما يقول لك عروض من تونس ومن الخليج. كنت اتصلت بالرئيس وكما يقول لك قلت له باللي عندي رغبه في البقاء في وفاق سطيف وما راحش نغادر رغم العروض اللي جاوني. كما يقول لك هذا اقل شيء نقدر نديرو للفريق وفاق سطيف، لانه فريق وفاق سطيف فتح لي ابواب المنتخب، ووفاق سطيف اعطاني كما يقول لك اعطاني عنده فضل كبير عليا. الحمد لله نتمنى ان شاء الله وفاق سطيف يعود للمكانه الاصليه تاعو، لانه فريق بحجم وفاق سطيف تشوفوا يلعب يلعب من اجل البقاء، شيء كما يقول لك مؤسف. نتمنى ان شاء الله بالجهود تاع الرئيس وتاعنا احنا كلاعبين الطاقم الفني والانصار، ان شاء الله نتمنى وفاق سطيف يعود ان شاء الله بقوه للواجهه الوطنيه والافريقيه ان شاء الله. احنا كلاعبين رانا نديروا في العمل تاعنا، نتمنى ان شاء الله كما يقول لك ان شاء الله ماتش بماتش ان شاء الله باش نشوفوا وفاق سطيف ان شاء الله بوجه قوي ان شاء الله في مرحله العوده. ثاني شيء كما يقول لك المشاكل الماديه اللي يعاني منها وفاق سطيف كانت بالك تاثر على اي لاعب باش يجدد في وفاق سطيف. الحمد لله الثقه تاع الرئيس اولا تاع الانصار تاع وفاق سطيف خلتني كما يقول لك نجدد العقد تاعي وتفاهمت مع الرئيس في ظرف وجيز. نتمنى ان شاء الله نقدر نمد الاضافه المرجوه اللي يستنى فيها مني انصار وفاق سطيف، ولما لا ان شاء الله نشوف وفاق سطيف ان شاء الله يخرج بلقب ان شاء الله هذا العام ان شاء الله. الشيء اللي بالك ما كاين ناس ما على بالهمش، انا عندي ثقه كبيره في الرئيس فهد، كما يقول لك تربطني معه علاقه جيده. الشيء اللي خلى المفاوضات تصير في ظروف حسنات، فهمنا بالك في 5 دقائق. الحمد لله الثقه هذه راح تخليك ان شاء الله تقدم الافضل ان شاء الله فوق ارضيه الميدان. نتمنى ان شاء الله انصار يوقفوا معنا في مرحله العوده ان شاء الله باش نرجعوا وفاق سطيف ان شاء الله المكانه الاصليه نتاعو ان شاء الله. وفاق سطيف كما قلت لك انا وفاق سطيف عنده فضل كبير عليا، انا ما راحش نقول لك قيمه العروض ولا، بصح وفاق سطيف عنده فضل كبير باش نروح انا كما يقول لك بلا مقابل في وفاق سطيف. هذا شيء كما يقول لك ما شغل نبان باللي خرجت من باب الضيق. انا حبيت نخرج من وفاق سطيف من اوسع الابواب ان شاء الله. تجديد العقد تاعي ان شاء الله اذا كانت كاينه عروض ان شاء الله في الصيف راح تكون الاداره هي المكلفه بالمفاوضات ان شاء الله. وحاجه واحده اخرى كما يقول لك انا وفاق سطيف اعطاني كل شيء، خلاني نبان في الفريق الوطني، خلاني فتح لي ابواب باش نكون كما يقول لك لاعب من كنت لاعب بالك مع احتراماتي الفرق اللي كنت نلعب فيها، كنت لاعب عادي. اليوم الجماهير الجزائريه كاع تعرف حسام الدين غشا، هذا الفضل كبير. نتمنى ان شاء الله وفاق سطيف يعود للمكانه الاصليه نتاعو. انصار وفاق سطيف كما عودونا، انني دوكا عندي عام ونصف في فريق وفاق سطيف، كانوا يوقفوا معنا ديما في السراء والضراء، هما كما يقول لك هما السلاح تاع الفريق. نتمنى ان شاء الله العوده القويه تاعهم في مرحله العوده وفي المقابلات اللي تستنانا، مقابله الكاس ومقابله مولوديه الجزائر. نتمنى ان شاء الله يوقفوا معنا، لانه وفاق سطيف ان شاء الله يقول لك يديروا ثقه في اللاعبين وفي الاداره وفي المدرب. السلام عليكم. اول شيء كما كنت تهضر بريمي ماتش تاع الشامبيون في فتره ايقاف كانت تاع 6 موا ولا 8 موا، باينه بلي المأموريه ما تكون سهله. احنا كلاعبين في فتره التحضيرات هذه كنا 100% مع الطاقم الفني، مدينا كاع واش عندنا، نسيو ان شاء الله باش نكونوا جاهزين في
في يوم مقابله. واش حنقول لك، بالك كامل اللاعبين وكامل الطاقم الفني واعي بالمسؤوليه اللي تستنى فينا. ان شاء الله نقدروا تكون عندنا انطلاقه جيده في البطوله، ونسيو ان شاء الله نمدوا ماكسيموم ان شاء الله. خاصه في غياب بعض الركائز راح تكون نكونوا راح نلعبوا منقوصين. هذا ما حش يمنعنا باش نديروا مقابله قويه. الحمد لله عندنا في كتيف ريش كما يقول لك. عندنا لجان اللي يقدروا يخلفوا الركائز كما يقول لك باحسن طريقه. نتمناو ان شاء الله احنا اللي كنا العام اللي فات في الفريق نعاونوا ان شاء الله اللجان اللي بالك تكون عندهم اول مقابله رسميه، سينعاونوهم ماكسيموم ان شاء الله. وكما يقول لك نكونوا مجموعه اللي قادره ان شاء الله تكون عندها كلمه ان شاء الله في البطوله ان شاء الله. كما كان يهضر لنا في كل خطره الطاقم الفني، احنا نسيو ان شاء الله نكونوا جاهزين احنا 100% مهما يكون المنافس اللي احنا نلعبوا له، ومهما تكون الجاهزيه تاع الفريق المنافس. احنا ان شاء الله احنا اللي نكونوا جاهزين ونكونوا، باسكو احنا كي نكونوا 100% ان شاء الله يوم مقابله ما راحش نلقاو صعوبات. نتمنى ان شاء الله المقابله كما يقول لك كما رانا نحضروا لها والمسؤول وحجم المسؤوليه اللي تستنى فينا، ان شاء الله نكونوا رجال ان شاء الله يوم مقابله ونحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. هي كانت كاينه اتصالات من عده فرق، وانا كنت هدرت في العديد من المرات وقلت باللي ما راحش نبدل الوفاق الا الاحتراف. كنت حاب نكمل هذا العام مع الوفاق، وانا مازالني عند الوعد تاعي وان شاء الله نديرو عام مليح. انا راني قاعد في وفاق سطيف، كاين عروض من الاحتراف ان شاء الله، عروض من الخارج، نستنى ان شاء الله راني ندوس في العروض. نطلب من الانصار تاعنا يوقفوا معنا، يوقفوا مع الفريق ان شاء الله لاخر لحظه ان شاء الله، باش نعاودوا نرجعوا الهيبه تاع الوفاق، نعاودوا ان شاء الله نشوفوا وفاق سطيف ان شاء الله يتوج بالالقاب. السلام عليكم. قبل كل شيء احنا كانت على بالنا بالمهمه اللي تستنى فينا، ما كانتش مهمه سهله. انصار وفاق سطيف كانوا يستناو في المقابله هذه اللي ان شاء الله اللي بها نولوا لرابطه الابطال ان شاء الله، مع الخساره اليوم تاع مولوديه. كامل الحظوظ ما زالت في اللعب ان شاء الله. الحمد لله الهدف جاء بعد عمل تاع كامل اللاعبين وصحابي. الحمد لله ان شاء الله نكملوا هكا ونديروا ريزلت ان شاء الله في الروتو ان شاء الله. كلمة توجهها للجمهور الصيفي يعني لكم دعم كبير. بوبو واش نقول الانصار اليوم كانوا واقفين. شفت ستاد كان معمر. ما نقدرش نوصف لك الفرحه تاع الهدف. كي شفت الانصار فرحانين هكذاك ان شاء الله احنا حنفرحوهم، نطالبوهم ان شاء الله باش يكونوا في كل مقابلات هكا ويساندونا ان شاء الله، وتكون المهمه مازالت صعيبه، وان شاء الله يامنوا بالقدرات تاع الفريق ان شاء الله باش نروحوا بعيد ان شاء الله. ورحمه الله. زياره من العيار الثقيل لمقر وكاله الاحلام ولاد جلال. معنا نجم المنطقة بدون منازع حسام غشا. مرحبا بك حسام. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. بدون إطالة، حسام غشا متواجد في مدينة ولاد جلال. لبى النداء، كلمناه والتواضع نتاعو اللي معروف به جا لعندنا شرفنا. مانيش راح نبدا نعرف حسام، الناس كامل تعرف حسام. الشيء اللي نضيفه بالنسبة لحسام أنه ظاهرة برازيلية في الجزائر. حسام غشا انطلق من الجزائر العميقة، مثل نجوم البرازيل اللي انطلقوا من مناطق، من أحياء شعبية واحتلوا أوروبا كرويا. احنا نتمناو إن شاء الله نجمنا حسام نشوفه في أوروبا في القريب العاجل إن شاء الله. حسام، السؤال الأول اللي راح نطرحه، أنت انطلقت من الانطلاقة نتاعك كانت من منطقة اللي ما عندهاش إمكانيات، واليوم راك في نادي كبير، نادي وفاق سطيف اللي عنده إمكانيات، عنده نقدروا نقولوا باللي هل أنت راك طفرة ولا كاين إمكانية أن ناس ينطلقوا من مناطق اللي عندها إمكانيات ضعيفة ويروحوا لنوادي كبيرة؟ عليكم. قبل كل شيء نهنئوا الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بحلول عيد الأضحى المبارك. واش غنقول لك، بالك كما قلت انت باش تنطلق من منطقه اللي كما نعرفوا احنا مناطق الجنوب، تكون صعيبه باش تروح تلعب في فريق كبير. هذا اول شيء هو توفيق من عند الله عز وجل. ما تقدرش تقول الموهبه تاعي ولا العمل تاعي اللي حيوصلني، هذوما كاع ما يكفوش كما يكونش التوفيق تاع الله عز وجل. دعاوي الوالدين. الحمد لله انا الحاجه اللي يعني شغل داير فيها امل
انه الانطلاقه تاعي تفتح الابواب العديد من الشبان اللي انا نشوفهم هنا، سواء في ولاد جلال ولا في سيدي خالد ولا في الدوسن ولا في الجنوب الكبير تاعنا. عندنا مواهب كما اللي كاينه في الجنوب، كما اللي كاينه في الشمال اللي كاينه هنا في الجنوب. ان شاء الله نعاون ماكسيموم اللجان تاعنا ان شاء الله، ونشوفوهم يتالقوا ان شاء الله في البطوله الوطنيه، ولما لا ان شاء الله يكونوا عندنا لاعبين من المناطق تاعنا ان شاء الله يمثلونا في المنتخب الوطني، لما لا. نتمنى ان شاء الله المسؤولين تاع الكره في الشمال تكون عندهم نظره للفرق تاعنا هنا، لانه كاين خزان كبير، كاين مواهب، كاين الوف من حسام غشه والوف خير من حسام غشه. نتمنى ان شاء الله تكون عندهم نظره للجنوب ان شاء الله، ونشوفوا الجنوب ان شاء الله هو اللي يكون الخزان تاع المنتخب الوطني ان شاء الله. اسئله سريعه والاجابه تكون سريعه. حسام غشه الانطلاق. اتحاد ولاد جلال، شباب ولاد جلال. السن 24 سنه. السن ايام الانطلاقه، هل انطلقت من الفئات الشبانيه؟ معناها واش من فئه بديت منها؟ بديت من كما يقول لك من ليكول حتى نويراني اليوم. من ليكول كنت في مع طه نشير الله يرحمه، حتى اليوم هو اول من كما يقول لك الاول اللي خرجني من الدار وعلمني ابجديه الكره هو طه نشير. ومنها كانت الانطلاقات اتحاد ولاد جلال، شباب ولاد جلال، وامل بوسعاده والبقيه الناس يا عباد. الشخص تقدر تقول عليه ظهرك؟ كاين بزاف في المسيره تاعي، ما نقدرش نذكر لك واحد ولا زوج. انا من هذا نحييهم كاع، سواء من ولاد جلال ولا في بوسعاده ولا في بليده ولا في سطيف، ناس بزاف وقفوا معايا، نشكرهم من هذا المنبر. ما نقدرش نذكر الاسماء بزاف، نشكرهم ونتمنى لهم ان شاء الله مشوار جيد ان شاء الله. المسيره نتاعك واقع ولا حلم؟ والله بين الواقع والحلم. هو تكون عندك هذيك الثقه في روحك، هذيك الثقه هي اللي تقدر دير بها كلش. كما يقول لك كما كنت نحلم انا، كاين لجان هنا يحلموا، نقول لهم ان الحلم بالخدمه تاعك يولي حقيقه. اجمل بين الحلم والواقع اخدم، وان شاء الله نشوفوهم يوصلوا ان شااء الله لفوق ان شاء الله. احسن هدف سجلته؟ الدفاع الجديد كاس افريقيا اللي فتح لنا ابواب الرجوع في منافسه رابطه الابطال في العام الاول، في العام الاول في المقابله الاولى. راح نسالك الان على شخص جمال بالماضي، خدمت معاه، وش هو السر تاع النجاح نتاعو؟ نختصرها في كلمه واحده ونقدر نقول لك هو الانضباط. ضابط بزاف في خدمته. هم شفتوا باللي النجاح مش مستحيل، هاو نموذج تاع نجاح اللي قادر يكون. حسام كنت موجد له سؤال في الاخير ولكن جاوب عليه بدون ما نساله، قال باللي انا راح نكون قدوه للشباب وفي جميع المجالات، لان كره القدم هي مجال، جميع المجالات النجاح راهو ممكن الان. بالنسبه لحسام، وشكون اللي امنوا بيك انت في الصغر نتاعك وكانوا يقولوا لك باللي تروح بعيد؟ كاين ناس كانوا يقولوا لك والله كنت مامن بروحك برك انت؟ ما تقدرش تقول. كانوا الناس مامنين، كانوا الناس بالك اللي ثبطوك واللي بالك يقولوا لك واش تروح دير وكمل قرايتك. ماناش انا من المنبر هذا نقول لي جان لازم تقرا، هي دوكا القرايه في بلاصتها، ويكون عندك حلم تقدر تجمع. انا نشوفوهم الله يبارك لهم دي جوار كبار عندهم عرفوا كيفاش يوفقوا بين الدراسه والرياضه. ننصحهم. كاين بزاف ناس يثبطوكم، بزاف ناس يقول لك ما تقدرش تروح، يقول لك ولاد جلال وجامي يخرجوا منها وتروح وواحد تولي. نقول لهم انا احلم، امن بروحك وحدك، استمع لوالديك، وكما يقول لك الامام، العمل والامام، الثقه بربي سبحانه، وان شاء الله ان شاء الله توصلوا راكم حابين ان شاء الله. فريق وذكرى، انت بديت من اتحاد ولاد جلال، شباب ولاد جلال، امل بوسعاده، اتحاد البوليده، ثم وفاق سطيف. اعطينا كل فريق اعطينا ذكرى فيه. والله كاين عده محطات اللي فزت عليها. اول محطه بالك المقابله الاول مع الاكابر هنا في شباب ولاد جلال، هذيك المقابله هي اللي تعطيك الحافز الكبير. نشكر كامل المدربين اللي خدمت معاهم هنا في شباب ولاد جلال. الذكرى الثانيه كيف المقابله الاولى مع امل بوسعاده في المحترف الثاني، كانت عندها ما يقول لك كانت عندها بصمه كبيره، لانه في الليله هذيك بالك تقدر ما ترقدش، كنت تلعب وين كنت تلعب وين حتى تعود تلعب. الحمد لله كانوا بزاف محطات. ما يقول لك من اسوء المحطات تاعي وين السقوط مع اتحاد بوليده الفريق الكبير. نتمنى لهم ان شاء الله الرجوع للقسم الوطني الاول. مع وفاق سطيف نادي غني عن التعريف، هو اللي يفتح لي ابواب المنتخب المحلي، وان شاء الله يفتح لي ابواب المنتخب الاول ان شاء الله.
بالك الحلم تاعي هو التتويج مع وفاق سطيف برابطه ابطال افريقيا اللي هي حلم الكل سطيفي. وهذه هي كما يقول لك كاين بزاف محطات فتنا عليهم، وكل محطه كاين اللي محطات ملاح، كاين اللي محطات اللي ما تحبش تفكرهم، وهذه هي. حسام، ليله استدعاء الفريق الوطني صراحه رقدت ولا ما رقدتش؟ والله ما تقدرش ترقد، خاطرش هي قبلها بالك بسمانه ولا كانوا يوجدوا في لا ليست. جاني السكرتير قال لي راهم يقولوا كاين اخبار باللي راح تكون في الاخر في لا ليست. بالك انا نحكي على روحي، انا مانيش كيما واحد كان يلعب في وفاق سطيف ولا كان يلعب شباب القبائل ولا في مولوديه الجزائر تجيه بالك شغل ملي كان في الصغر هو في ليكيب هذيك. انا كنت في ولاد جلال ديجا كيقولوا لك استدعاء المنتخب الوطني راح تولي اللور، تولي 2014 كنت هنا في ولاد جلال تلعب، كون يقول لك واحد راح تولي في 2018 راح تلقى استدعاء المنتخب الوطني تقول له هذا حلم. بصح الحمد لله كما كنت نقول اللجان تاعنا كل حلم تقدر تديرو حقيقه بالعمل بالاجتهاد تاعك. ما رقدتش هذيك الليله، وما رقدتش بالك دو جور اللي تاع 16 هذوك الوالا. ان شاء الله نزيد ما نرقدش الليله اللي يعيطوا فيها ان شاء الله المنتخب الاول ان شاء الله. جلال كامل ولات سطيف. انا شخصيا كنت سيبورتي مولوديا، وحاليا راني مضطر نسيبورتي في سطيف على جال حسام. راني نشوف في سطيف. حسام مسارين حاليا، حسام الحالي راهو في وفاق سطيف وفي المنتخب المحلي. على ذكر المنتخب المحلي الله اعلم جابوا بوقره. وش العمل معاه؟ راك متحمس للعمل مع بوقره؟ كمدرب ما نقدرش نمد رايي فيه، هو الاختيار تاع الفيدراليه هما اللي حطوه. ان شاء الله يكون موفق ان شاء الله، ويقدر يوصل المنتخب المحلي ان شاء الله باش يخرج منه لاعبين يكونوا يمثلونا في المنتخب الاول ان شاء الله. خاصه هو عنده تحديات من كاس العرب الكاس الشام تاع المحليين، ان شاء الله يكون قد مسؤوليه ان شاء الله، ونشوفوا منتخب محلي ان شاء الله قوي، عكس ما يروج ليه يقول لك ما عندناش بالك لاعبين محليين ومنتخب محلي ضعيف. ان شاء الله بوقره يمد اللمسه هذيك الاحترافيه تاعو، خاطرش هو لاعب محترف وعنده مسيره كمدرب بالك في دول الخليج، ان شاء الله يتوجها كما رانا نشوفوا بالماضي في المنتخب الاول، نشوفوا بوقره في المنتخب المحلي ان شاء الله. حاليا مسارين، سؤال نرجع لك للسؤال اللي قبل هذا. مسارين، اعطيني حاليا الهدف نتاعك ولا الطموح نتاعك، واعطيني الحلم نتاعك. تقدر تقول هذا سؤال واحد. هو انا الحلم، انا بالنسبه عندي الحلم هو الطموح، الحلم هو الحقيقه اللي تقدر تتجسدها. الحلم نتاعي والطموح تاعي هو باش ان شاء الله نكون في المنتخب الاول. راني نعمل ان شاء الله الاحتراف في المنتخب الاول، اول حلم اول هدف درته نهار خرجت هنا من ولاد جلال. ان شاء الله في ما نقولكش في السنين القادمه ان شاء الله، في الايام المقبله القادمه ان شاء الله نقدر نحقق الحلم الاحتراف، وحلم ان شاء الله تمثيل المنتخب الاول اللي حلم كل لاعب محلي ماش حسام غشا ان شاء الله يتحقق الحلم هذا ان شاء الله باذن الله. حسام غشا حاليا راك موديل المناصري وفاق سطيف، كيفاش كي تكون تتجول في مدينه سطيف كيفاش ردة فعل المناصري؟ والله بالك كما يقول لك الاحتراف هو حلم. كون ما جيتش هكا عندي نيه في الاحتراف، انا وفاق سطيف ما نقدر نبدلو بحتى فريق جزائري، نقولها من هذا المنبر. وفاق سطيف وين ارتحت فما، وين تخرج الناس كاع يحبوك، ما كاش بلاصه تدخلها ما يعرفوكش، تمشي بالطوموبيل الناس كاع يقول لك شغل يبادلوك الابتسامه. حاجه هذه ما تشراش بالدراهم، حاجه ما تقدرش تلقاها في حتى ايكيب. نشكرهم انصار وفاق سطيف وقفوا معنا وين كنا في عز الازمه تاع النتائج اللي مرينا بها في بدايه الموسم. نشكرهم، نقول لهم ان شاء الله، نقول لهم ونعدهم كما وعدتهم في بدايه الموسم باللي راح يشوفوا وفاق سطيف يعود في المنافسه تاع البطوله. نعدهم ان شاء الله باللي وفاق سطيف راح يحقق كاس افريقيا عن قريب ان شاء الله. يوقفوا معنا ان شاء الله الانصار كما عودونا، وحنا نكونوا ان شاء الله عند حسن الثقه تاعهم ان شاء الله. نعاودوا نرجعوا للبدايه، نقطه البدايه اتحاد ولاد جلال. وشفناك انت تكلمت في قناه الهداف وذكرت المرحوم طاهر هنشير، قلت عنده فضل عليا في التدريب نتاعي وفي تعليمي ابجديات كره القدم. نرجعوا للبدايه هذه، واش تقولنا عليها؟ اول شيء اللي ينكر الخير الا جاحد. انا نتفكر كاع اللي عاونوني من الباب تاع الدار وين خرجت اول خطره تعلمت ابجديات الكره حتى نوراني اليوم. كل انسان عنده الفضل عليا، لكن كما يقول لك طاهر هنشير بالك اللي يخليك اللي يزرع فيك هذاك حب كره القدم وحب تاع ممارسه كره القدم، يكون عنده فضل كبير عليك. ايام مباركه ندعو له ربي يرحمه.
الفضل اللي انا وعلى ليجان، خاطرش كما تعرفوا واحد جان صغير باش يروح لكره القدم خير من يروح للمجالات واحده اخرى ماشي مليحه، سيرتو هنا في ولاد جلال. عندنا يقول لك من عدم الظروف تاع باش ما كاين كره القدم، ابار كره القدم ما عندنا حتى حاجه. حنا نتنافسوا هنا كره القدم من فريق شباب ولاد جلال اللي حقق الصعود، نباركوا له. ندعو ربي ان شاء الله يرحمه، وان شاء الله يكونوا كاين بزاف من الطاهنشين ان شاء الله اللي تكون عندهم هما اللمسه، وان شاء الله هما اللي يقدروا يخرجوا لجان ان شاء الله من ولاد جلال ويشوفوهم ان شاء الله في القسم الاول ان شاء الله. بالنسبه للشباب الرياضي ولاد جلال حقق صعود تاريخي ان شاء الله العام الجاي راهو في القسم الوطني الثاني. واش تقول لهم بالمناسبه؟ اول حاجه نهني روحي لاني انا لاعب سابق في شباب ولاد جلال وابن ولاد جلال، قبل ما نهني شعب ولاد جلال. نتمنى ان شاء الله نشوفوا العام الجاي ان شاء الله شباب ولاد جلال يحقق صعود واحد اخر ان شاء الله القسم الاول. حاجه ما صعيبه، احنا انا مقاطعه اداريه نتنافسوا كره قدم، عندنا لاعبين كبار ما نقدرش نذكرهم من القدم. عندنا عادات وعندنا تقاليد في اللعبه. نتمنى ان شاء الله يوقفوا معنا المسؤولين تاع الكره سواء في مقاطعه ولاد جلال ولا في مسؤولين ولايه، ويدعموا ان شاء الله الفريق هذا اللي راح نشوفوه ان شاء الله عن قريب. وانا نقول عن قريب ان شاء الله في القسم الوطني الاول. كاين حاجه الانصار موقفين مع الفريق، يزيدوا لهم شويه الدعم المادي اللي يلزم، وان شاء الله نشوفوا شباب ولاد جلال ان شاء الله في القسم الوطني الاول. امل بوسعاده، لما نهضوا على امل بوسعاده نهضوا على ناس بوسعاده ناس كرامه. المحطه هذيك هي اللي كان عندها الاثر الايجابي الكبير عليا، خاصه انه كي تبدل تروح من ولاد جلال تروح لبوسعاده، نقدر نقول لك بالك عقليه واحده. ناس بوسعاده ناس ولاد جلال في زوج عندنا نفس العقليه. عاونوني بزاف، وقفوا معايا. ماشي سهله والله، ما سهله تروح جون صغير عندك 19 بعيد على داركم تروح لبوسعاده وما تلقاش هذاك الناس اللي توقف معاك، الناس اللي تخليك تحس باللي راك في المدينه تاعك. نشكرهم، ناس كرم. نتمنى لهم ان شاء الله الامل بوسعاده، نتمنى لهم ان شاء الله مشوار طيب وتالق ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله يحققوا الصعود لانه حلم كل بوسعادي ان شاء الله. اتحاد البوليده هضرنا عليه في بدايه الحديث، فريق كبير. الاتحاد الاسلامي لمدينه البليده فريق غني عن التعريف. ان شاء الله قاعده جماهيريه كبيره، مدينه كبيره، ملعب كبير، يستاهلوا فريق كبير. ان شاء الله المسؤولين يوقفوا معاهم ان شاء الله، ونشوفوا اتحاد بوليده ان شاء الله يشرفنا ان شاء الله في كما كان مشرفنا في قدم. نشوفوا اتحاد بوليده ان شاء الله كما كان من قبل ان شاء الله. وفاق سطيف ان شاء الله تكون الاخيره في الجزائر ان شاء الله. وفاق سطيف ان شاء الله وفاق سطيف الفريق الكبير، والفريق اللي هدرت انا قلت انا مانيش نبدل وفاق سطيف ان شاء الله فريق جزائري، فريق اللي اعطاني اي حاجه يحبها اللاعب، من حب الانصار لحب المسؤولين لاي حاجه تمناها، يفتح لك ابواب المنتخب. فريق كبير عنده عادات وتقاليد هنا في الجزائر وقاريا وحتى عالميا، هو فريق عالمي. نتمنى له ان شاء الله مشوار حافل ان شاء الله. نتمنى له ان شاء الله يعاود يولي كما كان اسد من اسود افريقيا. نتمنى ان شاء الله يعاود يولي، ولما لا ان شاء الله الحلم تاعي ان شاء الله نعاود نلعب كاس العالم الانديه ان شاء الله مع وفاق سطيف ان شاء الله باذن الله. المنتخب تكلمنا عليه حاليا، الوجهه راح تكون البطوله الفرنسيه، الاسبانيه، الايطاليه او البرتغاليه او الانجليزيه. العروض كاينه، كما يقول لك ما يخفاش عليك انا بقى لي عام مع وفاق سطيف. المستقبل تاعي في يد الاداره. نتمنى ان شاء الله هما على بالهم باللي الحلم تاعي الاحتراف. مالغي هدرت مع الرئيس وين كان حابني نريح باش نلعبوا كوب دافريك. ان شاء الله ندرس العروض هذه بعقلي ان شاء الله، واللي فيها الخير ان شاء الله بيجيبها، لانه حلم الاحتراف هذه فرص. كما جاتني فرصه الامل بوسعاده راحت، فرص ما تعوضش. ان شاء الله نحترف ان شاء الله ونحقق الحلم تاعي. ليس حلم حسام غاشا بل حلم ولاد جلال. كي نقولوا ولاد جلال من راس الميعاد للشعيبه، راه كل وراك حسام، على بالي راه مناصرين، راه كل عاد وفاق سطيف، راك فسدت لنا البلاد. بكري كنا مولوديه درك عندنا وفاق سطيف. السؤال الاخير اللي نختموا به، هل في المنتخب الوطني راح تكون منافس المحرز ولا ادمو الناس؟ هو مجرد لاعب في المنتخب الوطني حلم، وباش تزامل زملاء كما محرز، وكان عندي شرف وين لعبت مع بغداد بونجاح ويوسف ليلي، هو حلم لاي لاعب. نتمنى ان شاء الله نروح للفريق الوطني ان شاء الله
وننافسهم ان شاء الله على مكانه اساسيه. كل شيء كما يقول لك، انا بالك دوكا الناس على بالي كاين اللي يهضر هكا يسمع الحوار هذا يقول لك واش يقول، انا نقول ومازالني نقول. عندي 24 سنه، عندي حلم من قدام ان شاء الله، راني نعمل ان شاء الله، ربي يوفقني ان شاء الله باش نكون في المنتخب الاول ان شاء الله باذن الله. اذا مسيره مشرفه للاعب، مشرفه لوالديه، مشرفه لنا احنا ساكنه ولاد جلال، مشرفه للجزائر كامله، قدوه يحتذى بها بالنسبه للشباب اللي يحب النجاح. ها النجاح في الاخير دعاء من صميم قلبنا اننا ندعو لحسام غشا انه يحميه ربي ويوفقه فيما تبقى من المسيره ويفرحنا. وبارك الله فيكم، وشكرا على قبول، شكرا ثانيه على قبول وعطيتنا من وقتك، على بالنا باللي راك مرتبط بالتدريبات درك وجيت معنا. كلمه ختاميه. في كل منبر اعلامي ما ننساش اللي عليهم الفضل الكبير عليا هما الوالدين. نتمنى ان شاء الله نكون رجعت لهم شويه من الخير اللي داروا فيا. ان شاء الله نشوفوا كما كنت نقولها. انا راني الحلم تاعي خاطي، الحلم الشخصي، الحلم تاعي نشوف شباب ولاد جلال يمثلونا في القسم الاول. انا راني هنا ان شاء الله نعاون كل شاب بمقدوري بمعرفتي البسيطه، راني هنا ان شاء الله نعاون اللجان تاع ولاد جلال. ان شاء الله ربي يوفقنا، وفي الاخير ندعو ربي ان شاء الله يرفع عنا الوباء ان شاء الله والبلاء ونعودوا للحياه. Our childhood dreams, it's how it used to be. When we were kings and queens in our child.
انني مستعد نعاون اي جون ولا اي شاب في ولاد جلال عنده الامكانيات. نتمنى ان شاء الله بمعارفي المتواضعه ان شاء الله نشوف ان شاء الله كيفاش نوصل الشبان هذوما، لانه ما يخفاش عليك في الجزائر كاع كاين طاقات وكاين مواهب مخبيه، كاين اللي راهم يبانوا هنا في فرق كبيره، وكاين مساكن اللي ما عندهمش فرصه، خاصه في ابناء الجنوب. احنا جهتنا تلقى كاين طاقات لانه بصح ما كاينش شكون يوصلهم باش يلعبوا هنا. نتمنى ان شاء الله نعاونهم ونكون نمد لهم ان شاء الله يد العون ان شاء الله، ولما لا نكون ولو سبه صغيره ان شاء الله في ظهور شبان من ولاد جلال ان شاء الله. والله انا شاب وننصح الشباب خاصه في الوقت اللي رانا فيه، سواء لاعب كره قدم او شاب، لانه نتمنى ان شاء الله يتمسكوا يتمسكوا ان شاء الله بالدين والاخلاق، ونتمنى ان شاء الله نشوفوا الشباب تاعنا ان شاء الله يفجر مواهب في كافه المجالات، سواء في كره القدم ولا في العلم ولا في اي حاجه، لانه الجزائر عندها شبان وعندها طاقات كبيره. نتمنى ان شاء الله تحسن الذهنيات نتاعنا ان شاء الله، ونشوفوا شبابنا يشرفنا ان شاء الله في المحافل الدوليه ان شاء الله. والله ما نكذبش عليك، شعور ما يتوصفش، خاصه انه حلم، لانه حلم تولي 3 سنين 4 سنين للور، يقول لك واحد راح تلعب في ليك ناسيونال، شغل تجيك تبان لك طريق بعيده. الحمد لله توفيق من الله عز وجل. كي جاني الاستدعاء هذاك شعور ما نقدرش نوصفه لك. نتمنى ان شاء الله في المستقبل القريب تكون عندي استدعاءات واحده اخرى ان شاء الله. راني نعمل ان شاء الله بالجهد بالتوفيق تاع الله عز وجل، بدعاوي الوالدين ان شاء الله نشوفوا حسام غشه ان شاء الله في المنتخب الوطني الاول ان شاء الله. ثنائية غاشة وجابوا التاتوك لها. أين كان هذا اللاعب يا الطوسي الرشيد؟ الوفاق يقلب الماء. تبقى لغشة يبحث عن التوزيع، ممتازة خطيرة للوفاق. هو الوفاق الذي يفعلها فقط في اللحظة الذي استقدمه إلى الوفاق الصيفي. هذه الإعادة كيف جاء الهدف؟ جاء من عبود بتمريرة مليمترية لغش حسام الدين. سبق الجميع وانطلق كالعفريت داخل منطقة العمليات وخطف الهدف الذي يعيد الوفاق الصيفي في سباق كأس رابطة أبطال إفريقيا. الحكم قصب من ضربة الجزاء. يغش فتأرتب لنفسك. لحظات وصور ومشاهد جنونية فوق مدرجات ملعب 8 ماي. هدف وأي هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة. قلت بأن Ils jouent en 1-2. Et oui, Recha et le but. L'entente décisive qui ouvre la marque par Recha de très belle manière. Avec ce contrôle et puis ce petit bout de pointu. Et quelle joie des Sétiviens. Manière singulière de saluer ce but entre les Sétiviens, Recha et Erdouani. Mais l'action a été belle, bien construite. Même s'il y avait un petit moment d'inattention de la part de la défense de la jeunesse sportive de Saoura. Ils ont profité de la mésentente là entre les défenseurs et Recha dans le dos. يسجل من خلال هذه المواجهة سادس هدف هذا الموسم، لكن شوف في ظل غياب المدافعين يسجل. كي نكون غايب في هواها ننسى هموم الدنيا، عيني كي تشوفها كل شيء يضوي عليا. هكذا هو الوفاق، هكذا هو العالمي. حسام الدين قشة يحلق بنسور الهضاب عاليا ويضرب في شباك الاتحاد بإصابتين مقابل لا شيء. هدف منا وهدف عن طريق العرايبي، لكن شوف حلوة التمريرة من وسط الملعب. لكن أين المدافعين؟ أين الغائبين عن الكرة الماضية؟ وين رضوان الشريفي؟ أين المدافعين؟ أين قلب الدفاع؟ كيف يترك هذا خلف المدافعين بهذه الطريقة يا رضوان؟ جورج ويا أول لاعب من خارج أوروبا ينال هذه الجائزة، جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 1995. غشا يعاني من إصابة إن شاء الله سلامات، مخالفة لصالح المنتخب الوطني بعد العرقلة الماضي.
هذا الوطني للمحليين. يجب أن نضغط في هذه اللحظات. كرة أخرى من سعيود والانطلاقة، سلسلة من المراوغات، تمريرة ممتازة صعبة. الدفاع يتدخل أمام كرة غشة حسام الدين. الدفاع يتدخل أمام كرة غشة حسام الدين. المنتخب الليبيري تعود للمنتخب الوطني الجزائري للمحليين. الانطلاقة من هناك، كان طلب غشة الكرة توزيعة، كادت أن تغالط الحارس هذه الكرة، كادت أن تغالط الحارس هذه الكرة من غشة حسام الدين بعد أن اصطدمت بأحد مدافعي منتخب ليبيريا، الحارس سونغو تومي. حارس سونغو تومي في المكان المناسب في اللقطة. غشة حسام الدين، أيمن مرر ناحية حسام الدين غشة، هذا يقول الحكم. كاد أن يفتتح حسام الدين غشة، يعدل النتيجة لصالح المنتخب. لصالح اللاعبين ربما كرة أخرى من غشة والهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني للمحليين. هنا غشة ما كانش أناني ومرر الكرة ناحية محمد الأمين عمورة. محمد الأمين عمورة في الوسط لصالح المنتخب الوطني، والانطلاقة من حسام الدين غشة. حسام الدين غشة ينطلق في الرواق الأيسر، يبقى دائما محافظ على كرته، يأتي لسعيود ممتازة إثر هفوة دفاعية في محور دفاع المنتخب الوطني، والانطلاقة من هناك من حسام الدين غشة. دائما تفاهم رائع بين غشة محمد الأمين عمورة يثبت اليوم بأنه رجل هذه المباراة. محمد الأمين عمورة يثبت اليوم بأنه مشروع مهاجم قادم. محمد الأمين عمورة من خيرة اللاعبين في البطولة الجزائرية. شوف هنا تفاهم كبير بين حسام الدين غشة ومحمد الأمين عمورة. ها هي الانطلاقة، ها هي اللمسة، ها هو الهدف، ها هي اللمسة والهدف من محمد الأمين عمورة. يتمكن من تسجيل الثلاثية في هذه المباراة في أول استدعاء له مع الفريق الوطني، مع المنتخب الوطني للمحليين. هذا بسبب ظروف جائحة كورونا والانطلاق المتأخر لعبد القهار بعد عرقلة قادري. عبد القهار كرة لا تعود لصالح المنتخب الوطني، والانطلاقة من غشة حسام الدين. حسام الدين في وسط الميدان ناحية الميسرو، كرة ممتازة ناحية غشة ممتازة محمد الأمين عمورة الآتية في حراسة المرمى. حارس أولمبي المدية مجاد عبد الرحمن في الرواق الأيمن أيمن بوقر. الدور كما ينبغي بين عناصر المنتخب الوطني. ثنائية ممتازة هذه الكرة، وغشة والرابع، لا الرابع ودائما في الميدان. غشة حسام الدين طلب الكرة زرقان، أمامك زرقان، توصلوا الآن زرقان ناحية قادري. عبد المجيد بوقرة